السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يكون الجميع بخير. طبعا يعني كلنا أو جماهير الأهلي يعني بالأخص طبعا امبارح ماتش الأهلي وشباب بلوزداد. أنا ما قدرتش امبارح بصراحة أطلع أعمل لايف. يعني أنا بعد الماتش أنا يعني جالي حالة من اللي هي أصلا الأهلي يعني الحمد لله موصلها لنا بقاله فترة، فامتنعت بصراحة. بس انا بجد النهاردة انا فتحت اللايف عشان اعرف هو في ايه، يعني ايه سبب التراجع بالشكل ده في مستوى اللعيبة. ويا ريت يا ريت بعد اذنكم محدش يتكلم عن الاجهاد. الاهلي اخر مباراة لعبها كانت من اسبوع، وبقالنا اسبوع قاعدين مستنين الماتش ده. يعني مفروض ان الاداء يكون على المستوى سواء دفاع او هجوم، يبقى حاجة ما شاء الله. ده يعني احنا بنتكلم عن توقيتات المباراة. يعني انت دلوقتي ما عندكش مباريات مزدحمة، او انت كنت الموسم اللي فات كل 3 ايام بتلعب ماتش. حط عليه ان انت لسه في بداية الموسم حضرتك وانت عمال نازل نازل نازل، يعني اجهاد ايه؟ فما حدش يجيب لي يعني اي كلام في موضوع الاجهاد ده، عشان الاجهاد ده دي بقت حجة البليد. لكن بالشكل اللي احنا شايفينه ده واضح جدا ان في مشاكل في الفريق، وبقالنا من ايام ماتش اتحاد العاصمة واحنا بنقول لازم الادارة تتدخل ولازم يكون في عقوبات. طلعت علينا الادارة نزلوا بيان انهم نزلوا عقوبات على اللعيبة، ان كل لاعب هيتخصم من عقده 100,000 جنيه. انا معرفش، بس موضوع الفلوس ده ما بقاش عقاب. اللعيبة دي شبعانة، بياخدوا ملايين وفلوسهم كتير، ايه يعني تخصم لي 100,000 جنيه؟ انا مش شايفة ان دي العقوبة اللي تخلي الناس تلتزم شوية في الملعب. انا شايفة من وجهة نظري ان الوحش يمشي يتعرض للبيع او طلعوا اعارة، لكن بالمستوى ده بحرق الدم لا، حرام. احنا حرام، عشان احنا بجد لا مبسوطين دوري ولا مبسوطين بطولات بره، ولا ما فيش، ما بيلعبش في اي ماتشات بما يرضي الله. اللعيبه حاله كده من الاستهتار عجيبه الشكل. لما بنقول ان الاداره لازم تتدخل، مش هتتدخل بعقوبات، لا. انت شوف ايه مشكله كولر اللي اتنكس نكسه ما يعلم بها الا ربنا في الموسم ده. انت لازم تشوف انت مشكلتك ايه، مش انك انت هتعاقب كل واحد بكام الف فخلاص المشكله خلصت، لا. انت لازم تحدد مشكلتك فين وتحاول تحلها. عشان كده الموسم كده شكله مش مبشر خالص. الماتش بتاع امبارح انت كنت ممكن تطلع الشوط الاولاني كسبان 1 أو 2، يعني كسبان 1 أو 2-0 بالمستريح، وده ما حصلش بسبب ان في حاله من الرعونه والاستهتار. يعني انا ما اقدرش اقول على اللي شفته امبارح غير كده. امبارح بعد الماتش كل الناس بتتكلم عن مودست وان الاهلي محتاج مهاجم. احنا بقالنا على فكره من قبل ما نعمل موسم استثنائي احنا بنتكلم عن مهاجم، وخدنا موسم استثنائي. مشكله ما بقتش مشكله مهاجم، الموضوع اكبر من كده بكتير، وتخطى فكره موضوع المهاجم. يعني بقت الحجج مهاجم اصل اللعيبه مجهده. هو احنا دلوقتي بقينا بنتكلم في كده. الاهلي بالشكل اللي شفناه امبارح هو محتاج فريق. انت مش محتاج مهاجم، انت محتاج فرقه كامله. امبارح كولر كان بيلعب بافضل 3، المفروض ان هم افضل 3 موجودين عندك في خط الهجوم،
ومع ذلك انت امبارح ما شفتش ولا واحد منهم. بيرسي تاو عمل ايه؟ حد يقول لي؟ انا شفت امبارح بيرسي تاو يعني حاجه غريب. ده مش عارف يمرر كوره، دي الكوره بتتاخد منه، ده بيتعمل عليه شو امبارح. يعني انا مش عارفه ده بيرسي تاو بتاع الموسم اللي فات ولا حسين الشحات اللي كل ما تجيله كوره يتهب في دماغه يرقص عشان يدخل جون، وهي اصلا ما ينفعش انه يشوطها. والكوره اللي جات له اللي مفروض خلاص هو يعتبر داخل شبه انفراد على الجون، يروح عاملها عرضيه تيجي في رجل مدافعين شباب بلوزداد. حاجه كده في منتهى القرف. يعني هو كان واجب عليه ان هو يشوط، فانت ما انتش عارف، كانهم قاصدين يضيعوا فرص. يعني انا الشكل امبارح مش عارفه في ايه، مش عارفه. نيجي بقى لكهربا. امبارح بصراحه كان في فرصتين هنقول ان هم يعني امبارح كان في عدم توفيق معاه، بس يعني كذا كوره الجول بيبقى فاضي وبيشوط في رجل المدافعين برضو. ما انا برضو مش عارفه، في حاله من عدم المسؤوليه كده غريبه. وكمان الواضح بقى للاعمى، معلش يعني انا علي معلول على دماغي ومحمد هاني، بس يعني معلش انت بتسمح ليهم للمشاركة. يعني صحيح معلول نجم محدش يقدر يقول، ولكن في الوقت الحالي انت عندك لعيب اسمه كريم الدبيس هو افضل منه، يبقى ليه يخرج من التشكيل عشان خاطر معلول؟ معلش هي مش مجاملات بقى. انت يعني انت مثلا عايز تساند لعيب فيبقى الموضوع على حساب فرقة؟ لا طبعا. وليه اكرم توفيق يخرج من التشكيل برضو لحساب محمد هاني اللي وجوده، يعني محمد هاني امبارح وجوده والعدم سواء. خلال الماتش امبارح لا قدم ولا ساعد في بناء هجمه مع بيرسي تاو ولا عمل عرضيه واحده توحد ربنا عدله. طب ليه تضحي بلاعب زي اكرم توفيق عشان لاعب؟ معلش انا اسفه، يعني انا شايفه محمد هاني امبارح كان مكسح. الا بقى لو كان الموضوع بالنسبه لك مجاملات، ما هو انت مش هتقعد تجامل في لعيبه وتحرق دم جمهور، يعني ده حرام. في الوقت الحالي اكرم توفيق افضل من محمد هاني، وكريم الدبيس افضل من علي معلول اللي كان اكتر لاعب فقد كوره امبارح. وزي ما انا قلت لك لا عرضيه ولا انا مش عارفه محمد هاني كان بيعمل ايه امبارح، وقفشه ولا ديانج امبارح ظهروا بالمستوى اللي المفروض يظهروا بيه في قلب الدفاع. امبارح مشاكل حدث ولا حرج بالجمله. انت لو قعدت تكتب كده ايديك هتتعبك من الكتابه، من كتر البلاوي اللي انت بتشوفها. فما نجيش بقى بعد كل ده وهنلخص مشكله الاهلي في المهاجم. لا يا فندم، دي مشكله فريق كامل، ومدرب خلاص بقى مفلس كرويا. حتى لما عمل تغيير، ده مش بتكلم بقى في الماتش ده هو على طول كده تغييراته دايما بعد الدقيقه 70. ليه يعني؟ امبارح بعد الدقيقه 70 وبعد خراب مالطا نزل امام عاشور وكوكا مكان مروان واليو ديانج، وفي الدقيقه 78 خرج قفشه وكهربا والشحات ونزل طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومودست. طب بعد التغييرات ايه اللي حصل؟ ما شفناش اي جديد، بالعكس ده فضى نص الملعب بخروج مروان وديانج، وكمان كلها تغييرات نمطيه، بيشيل لاعب ويحط لاعب، ما عندوش اي حلول. يعني مش يعني هو حتى مش متفق معاهم على جمل يعملوها، لا هو زي ما يكون انا المفروض اغير فبغير. طب انت عندك 5 تغييرات طول الماتش، ما تجرب يا اخي، شغل دماغك في اللعب. ده مش نافع هنا احط ده عشان يسند على ده. ما بقاش فيه خلاص، هو بيشيل لاعب ويحط لاعب وخلاص. فاحنا دلوقتي قدام مدرب فعلا فلس واللعيبه متخاذله.
ولازم يكون في عقاب رادع. العقوبات الماديه دي ما عادش بتفرق معاهم. ماشي، يعني انت ال100,000 جنيه اللي انت شلتهم دول ممكن يطلع بيهم اسبوع في الساحل هيصرف اديهم مرتين. فدي مش فلوس اصلا، يعني مش عقوبه. الفلوس بالنسبه لهم ملهاش اي اهميه، فدي مش عقوبه. احصائيه بسيطه كده من ضمن حرق الدم، يعني ان يعني الاهلي بالتعادل بتاع امبارح ده لاول مره بيتعادل في 3 مباريات متتاليه مع كولر. تعادل مع سموحه في الدوري، ومع يانج افريكانز وشباب بلوزداد في دوري الابطال. الفارق بين الموسم الحالي والموسم الماضي ان الاهلي في الموسم الماضي اتعادل 7 مباريات، في الموسم الحالي اتعادل 7 مباريات من اصل 16 مباراه في جميع المسابقات. يعني لعب 16 ماتش في الموسم ده ساعه ما بدأ، اتعادل فيهم في 7. انت عارف الموسم الماضي بقى الاهلي اتعادل 11 مباراه من اصل 57 بجميع المسابقات. طبعا الفرق مش مبشر ان احنا هنشوف حاجه الموسم ده اصلا، فمفيش فرق بين الموسم ده والموسم اللي فات. واعتقد ان كده الجواب خلاص بان من عنوانه. شكل الموسم ده هيكون موسم صفري للنادي الاهلي. ولنا الله. خبر التاني معايا ان اعلن مصدر مقرب من طارق حامد عن الاسباب الحقيقيه لاعلان اللاعب اعتزال اللعب الدولي. وقال ان السبب الرئيسي في قرار الاعتزال الدولي هو تجاهل روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب وحازم امام عضو اتحاد الكوره والمشرف طبعا على المنتخب ومحمد غرابه مدير المنتخب. وده طبعا بان من اتصالات اللاعب في الايام الاخيره لمعرفه موقفه من المشاركه في كاس افريقيا المقبله. طبعا ده كان بعد ازمه استبعاده من المعسكر الاخير، وحاول طارق حامد التواصل مع فيتوريا وغرابه وحازم امام، لكن للاسف تم تجاهله تماما من قبل الثلاثه. وطبعا عدم التقدير من جانب منتخب بلاده ليه. طبعا هو جاله حالة من الإحباط دي اللي وصلته للمرحلة دي. السبب الثاني الإعلام مركز مع إمام عاشور وحسين الشحات اللي كانوا معاه في نفس المشكلة، وعدم الاهتمام بموقفه ومصيره. طبعا طارق حامد حس بالغربة في صفوف المنتخب من جانب الإعلام اللي بيهتم بلاعبي الأهلي والزمالك فقط مع المنتخب. طبعا بلا شك طارق حامد لاعب مهم جدا للمنتخب، ونتمنى يعود عن قرار الاعتزال الدولي ويعود لصفوف المنتخب، خصوصا انه من اللعيبه الرجاله في ارض الملعب. احنا بقينا بنفتقدها دلوقتي، وافضل من لعيبه كتير في نص الملعب بدون ذكر اسماء. نتمنى انه هو يرجع عن القرار ده، ونتمنى يكون فيه اهتمام شويه زي ما فيه اهتمام بلعيبه النادي الاهلي ولاعيبه نادي الزمالك، يكون برضو فيه اهتمام باللعيبه اللي فعلا هو لو ما كانش كويس ما كانش ضافوه اصلا للمنتخب، لكن هو فعلا لعيب كويس. نتمنى التوفيق ونتمنى ان هو يرجع عن القرار ده. ولحد هنا انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو دعمني، اشترك معايا على صفحتي على الفيسبوك او على قناتي على اليوتيوب. يشرفني وجودك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.